يا هلا والله فيكم قناتي، كيفكم؟ يا رب تكونون تمام. اليوم عندنا قصة جديدة، بس قبل لا أبدأ لا تنسون تشتركون في القناة وتضغطون على زر إعجاب، تكتبوا لي كومنتاتكم الجميلة، ويلا نبدأ قصتنا. أنا بنت اسمي ريم، عمري 15. طبعا أنا من يوم كنت صغيرة كنا عايشين بالخارج أنا وأهلي بحكم عمل أبويا. طبعا حنا كل ما تيجي العطلة الصيفية نسافر للسعودية عند أهل أبوي. طبعا أنا كنت دائما اللي أروح مع أبويا. أخواني وأمي بصراحة ما يحبون يروحون، يعني يحبون يقعدون هناك. وأمي بصراحة ما كانت تحب الديرة الصغيرة حقت أبوي، لأنها تعرفون قرية وكذا، فما كانت تحب تروح هناك. إخواني والله ما أدري عنهم، يحبون يقضون وقتهم كلها بالخارج. المهم من يوم وأنا صغيرة كنت دائما أروح مع أبوي، بس بصراحة كنت أعاني من التنمر من بنات عمامي. أول شيء طريقة أكلي، يعني يقولون ليش أنت تاكلين كذا، يعينك كيوت ومدري إيش، تعرفون يعني غير عنهم. والشيء الثاني نطق الأحرف العربية. طبعا أنا من يوم من ولدت وأنا كنت برا ولغتي أجنبية، فكنت ما أعرف أنطقهن زين، بعض الأحرف خطأ، خاصة حرف الخاء ولا حرف العاء. وكانوا دائما يضحكون علي، يقولون أنت تستهبلين ويعيننك. فكنت دائما كل ما أجي للديرة عند أبوي أقعد بس أردد كلام عمامي، خاصة لما أقعد مع جدتي تسولف علي، تعرفون سوالف العجائز، تقول كل الكلمات اللي تخطر ببالكم، خصوصا كلمات الناس القديمة وكذا. وكنت بس أتسمع لها وقلدها. ويا الله لا رجعت عند أمي أجلس أتكلم زي جدتي، أمي تزعل وتجلس تخانقني وتقول مو ذا كلامنا، أنت إيش فيك تتكلمين كذا؟ إلا أبوي يقول أحلى الكلام، لا خليها تتكلم زي جدتها، يا زينها ويا زين كلامها. قالت أمي يا خوفي منكم من ديرة، هذا اللي يخليني مالي خلق أروح عندها. طبعا أمي كانت مرات تروح عند خوالي عادي تستانس بالسعودية، بس بديرة أبوي ما كان لها خلق بصراحة، ما أدري ليه. يا الله كانت تجي بطلعة الروح. ما أنسى يوم من الأيام لما صار عمري 14 سنة، هنا جاء أبوي وقال خلاص أنا خلصت عملي وبنرجع لديارنا. أمي قالت إنها بتسكن عند خوالي يعني في المدينة. أبوي رفض، قال نهائي حنا بنروح نسكن بالديرة. وتقوم ذيك المهاوشة اللي وش كبرها بين أمي وأبوي، وتصرخ عليه أمي وتقول من زينكم من زين ديرتك ومدري وش. وقال أبوي والله لا طلقك. المهم إنه قامت بينهم واشتن تخرع، لين إخواني الكبار أمسكاهم وبدأوا يعني يفرقون بينهم ويقولون خلاص. المهم إن الله لا يوريكم طول الطريق وحنا بسفرتنا، وأمي مكتمة وصادة وأبوي مكتم وصاد، وأنا بينهم كنت حرفيا ما سكت راسي. بصراحة ما أحب القعدة ويتهاوشون، لا وعلى سالفة وين بنسكن وهالسالفة. المهم خذاها أبوي ورحنا للديرة. أمي سكتت يعني عشان أبوي، ترى مهما كانت تحبه. طبعا رحنا وسكننا في بيت جدتي لأن لقالنا بيت ونستقر بالديرة. طبعا نقلنا دراستنا وكل شيء على الديرة. عاد تخيلوا النقلة، وكيف إني جيت من مدرسة يعني أجنبية وناس أجانب، وترى حرفيا كانت نقلة وش كبرها بالنسبة لي. بس بيني وبينكم والله إني كنت مبسوطة، يا إني أحب عمامي وأحب القعدة عندهم، حتى ديرتنا كنت أحبها. المهم أول يوم بالدراسة رحت أنا وبنت عمي. بنت عمي هذه كانت قدي، وقتها كنت أنا بثالث متوسط. المهم أول ما دخلنا وقعدنا اللي يتجمعن علي كل البنات ويقول إن أنت الأجنبية اللي مولودتن برا تكلم معانا وقولي لنا كلمات أجنبية. كنت ناظر عليهم مش هالهبلات. وبنت عمي منى كانت بس تضحك وتقول تراها تجلس تتفاخر عليك وإن عينها تعرف تتكلم أجنبي. قلت أنا ما أسوي كذا. قالت يا عيني أول كنتي حتى الأحرف ما عرفتين تنطقينها. قلت أنا الحمد لله الحين أعرف أنطقها. قالت يلا تتدربين عشان تقدرين تنطقين مثلنا، لا تسوين نفسك علينا. والله العظيم إني ما كنت أسوي نفسي عليهن، بس إن كذا يتخيلن. المهم وحنا راجعين من المدرسة، طبعا أنا بقول لكم ترى لما كنت برا كنت دائما ألعب كورة وألعب كرة سلة، كنت أحب الرياضة بشكل مو طبيعي. المهم أنا راجعة إلا كانوا في عيال عمامي وعيال الحارة قاعدين يلعبون كورة، وبيني وبينكم كان في واحد من العيال بعمري، هذا ولد جارتنا اسمه هيثم، ويا إني كنت معجبة فيه وخاقة عليه، وأحس إنه حتى هو يبادلني نفس الشعور، لأني كل ما جيت عندهم أو مريت كان دائما يناظر علي، وخصوصا لما كنت صغيرة كان يلعب معايا أنا وبنت عمي منى. المهم أنا مارتن من عندهم كنت أناظر الهيثم وأتبسم، إلا بسم الله وأنا ماني منتبهة، تعرفوني ملتفتة، اصطدمت بصدر واحد. أنا انخرعت حزتها وناظرت، إلا هذا ولد عمي اسمه عمر، وكان أكبر مني ب3 سنوات، اللي يناظر علي ويقول ما شاء الله الأجنبية جت. يا إني كنت أخاف منه ولا أحب أقرب منه، هو عصبي وراعي مشاكل، فكنت دائما أتصدد عنه. المهم أنا صديت ولا رديت عليه. قال هيا يا بنت أنا أكلمك، وأنا تبت عليه قلت أنا نعم مش تبي؟ قال أبيك تلعبين معانا كورة. كل العيال بدأوا يضحكون.
قلت أنا خير إن شاء الله وليش ألعب معاكم؟ قال أسمعك تقولين إنك أنت لعيبة وإنك تعرفين تفوزين علينا. إلا منى تعصب تقول أنت تستهبل، ترى كنت من حولها ما شاء الله عليك، شوف طولك وش كبر. أقول يلا بس تقلع. إلا بسم الله يقلب وجه عمر. قال أقول تقلع أنت يا منى، لا تخليني الحين أقوم عليك. ويا الله يا إنه كان يخرع. منى هجت وخلتني. أنا نظرت عليها قلت أنا منى وين تروح لكم ركض الخبرة. هجت منه. طبعا هو قال ها أنت ما كنت تتحديني ولا بتهجين زيها. أنا نظرت عليه قلت أخاف أفوز عليك. يبدأ يضحك وكل العيال يضحكون. طبعا أنا كنت قصيرة هو وش طولة ما شاء الله. قلت أنا شوف إن فزت عليك راح تعترف قدام الكل إن أنا أقوى منك. هو أقول لكم قاعد يضحك ذيك الضحكة اللي وشكوها. قلت أنا ها موافق؟ قال هو إيه يلا. إلا أبدأ ألعب أنا وياه. قال شوفي أنا بصير دفاع وأنت هجوم وبيك تهجمين وتسددين كرة بالمرمى. ما كان في حارس بالمرمى. قلت أنا بدون حارس. قال لي يكفي أنا. قلت يلا. المهم وابدا العب انا وياه والعيال كلهم يضحكون. انا بمريولي واركض. اقول لكم شكلي كان مره يضحك، بس اني كنت عازمه اني افوز عليه، بثبت للكل انه ما يقعد يسوي نفسه انه هو اقوى واحد ما في زيه. المهم وابدا اركض وهو كل شوي كل ما سددت كره يردها علي، كل ما سددت كره يردها علي، وكان بس يضحك. تعرفون اللي يستهبل علي. الا فجاه كذا اجي اركض عليه. هو كان تعرفون اللي واقف يدافع، كنت بسوي نفسي اللي في يمين وانا اللي في يسار، ودخلت بين يديه مو انا كنت قصيره، وانا ادخل وانا اسدد هدف بالمرمى. لو شفت وجه عمر التفت وقال بسم الله، والعيال كلهم يضحكون. هو تعرفون اللي كأنه عصب بعدين بدأ يضحك. قال اصلا انا اللي معطيك فرصه ومخليك على راحتك، خلينا نعيدها مره ثانيه وراح اثبت لك اني اقوى منك. على طول من اول ما اخذ الكوره سدد. طبعا كان بعيد هو عن المرمى حقي الا يحط علي هدف. انا حسيتها مره عصبت. قلت والله لفوز عليك وانا اخذ الكوره وانا اجي لكم ركض عليه. هو جاي يركض الا تصادم انا وياه. طبعا كتفه ضربت علي. يا الله يا قو ضربت على كتفي. طبعا هو ما شاء الله وش كبره. حسيت ان روحي بتروح وانا اطيح بالارض، ما قدرت اتحرك. بدأت ابكي واصرخ الا عمر يقعد، وحسيت وجهه تغير. قال بسم الله انت ايش فيك؟ قلت انا ليش كذا طخيتني؟ قال يا بنت انا جيت اركض انت اللي جيتن علي. طبعا مو احنا كنا متحدين بعض بس ما في مقارنه بيننا وياه ما شاء الله هو وش كبره. الا يجي هيثم بسرعه ويمسكني. طبعا عصب عمر قال خلها انا اشيلها. الا انا قلت لا تقرب مني وانا دف عمر. ما يمسكني هيثم وانا اروح انا وياه. قال هيثم انا الغلطان. قلت انا ها؟ قال أنا اللي خليتك تلعبين معه، ولا المفروض من أول ما شفتك بتتحدينا وقفتكم. قلت أنت مو ذنبك، أنا اللي وافقت على التحدي. قال ليش أنت توافقين عليه وأنت تشوفين إنه أكبر منك بكثير؟ قلت أنا هو يسوي نفسه على الكل ويعين القوي، كنت بكسر شوكته. قال هو وش سويتي؟ شوف إيش صار فيك الحين. المهم رجعنا على البيت وعلى طول أبوي أسعفني. تخيلوا إن صار في ربطة وشكوها بكتفي، حتى تعرفون حطوا عليه هذه اللي زي الربطة اللي على اليد. كنت رفعتني يدي وقعدت تخيلوا اسبوعين ويدي توجعني. ولو تشوفون كل ما رحت البيت جدتي نظرات عمر لي، ما أدري هل هو مستانس إنه وجعني ولا إنه يعني حزين على حالي. وكل من شافه قالوا حرام عليك وش فيك تتعلق هالصغيرة. مرت أيام بعد اللي صار وصرت أنا تعرفون من البيت للمدرسة، وحاول دائما أنا ومنى لجينا راجعين ما نقرب من عند مكان لعب العيال اللي في عمر وهذولي، لأنه يعني يتكلمون علي وشلونك يا ريم، وهو أصلا ما دروا عني أنا كذا إحساسي بس يبون يطقطقون علي. فكنت أروح أنا وياها للجهة الثانية ونرجع للبيت. المهم مرة وأنا قعدت أنا وياها بالحوش منى قلتها إني أنا معجبة بهيثم. هي حزتها قمزت من مكانها قالت هيثم ما غيره. قلت أنا إي والله وش حليله ومرة يهبل. وحنا نتكلم كان في 2 من بنات عمامي، وحدة اسمها زهار وحدة مريم. اللي جني قاعدين قدامي قال أنا صدق أنت معجبة فيه؟ قلت أنا إيه. قالت شوفين يا بنات أنا بتفق أنا وأنتن وكل العيال كل واحد يهدي اللي يحبه هدية. أنا نظرت عليها قلت أنتن على كيف كنت تقولين كذا العيال؟ قالني عادي نبي نرسل رسالة بالجروب ونقول هالكلام. قلت أنا وش جروبه؟ قالت جروب الأنستا. أثري في جروب تخيلوا عيال والبنات بالأنستا بس ما كانوا يتكلمون فيه كثير. قلت أنا مين مسويه؟ قالت سارة أنا مسويته. وشوفن كل وحدة تعطي الولد اللي تحبه هدية والولد يعطيها هدية. قلت أنا طيب. هن يبدأن يضحكن. قال إذا تحبين هيثم صدق جيبي له الهدية المناسبة له. قلت أنا أبد. المهم أنا حسيتها كنت مرة متحمسة وبدأنا تعرفون نروح أنا ومنى للمدينة اللي جنبنا نشري منها أغراض بنسوي هدايا لأن قريتنا كانت صغيرة ما فيها شيء.
دخلتني أزهار بالجروب، ويا الله ما أوصف لكم مش كثر الناس اللي فيه، لدرجة إني استغربت. قلت يعني أهالينا ما دروا عنها لا وهدى وهدايا وهالحركات. بصراحة أنا وقتها كنت مرة مستغربة من اللي قاعد يصير، ولا كنت أعرف ولا أحد بهالجروب. تتصورون حتى هيثم ما كنت أعرف وش حسابه. واتفق الكل إنه يوم السبت بالساحة الكبيرة حقت لعب الكورة اللي بنجي فيها ونوزع الهدايا. قلت أنا أبد. أول ما جاء الصباح يا إني قمست من مكاني وبديت أرتب نفسي وأجهز هديتي، وكنت مرة مبسوطة. قلت خلاص الحين بعترف الهيثم وبشوف إذا هو يبادل لي نفس الشعور، لأني بيني وبينكم كنت أحس إنه يعطيني نظرات وكذا. قلت أكيد حتى هو بعد يحبني. طبعا كنا متفقين إن نجتمع الساعة 9 الصباح. يوم جيت للملعب إلا كلهم موجودين، بس تدرون وش اللي صدمني؟ أول ما قربت عند هيثم إلا لقيت أزهار عنده وتعطيه هدية. بصراحة أنا كنت مرة غيرانة وخبيت هديتي وكنت مرة حزينة. أزهار تناظر علي وتتبسم، هيثم ناظر علي وصد. أنا على طول هجيت، والله العظيم إن وجهي طاح بالأرض إلا ألاقي منى قاعدة تقول لي شوفي ما في ناس كثير يعطون هدايا. كان الكل مستحي، يلا واحدة سنتين اللي يعطين هدايا إلا هالخايسة أزهار اللي هي عارفة إني كنت معجبة بهيثم ورايحت له تبي تتعلقه تاخذه لها. المهم إني انقهرت مرة وزعلت. طبعا قعدنا شوي وبعدين أنا رجعت للبيت. المهم لما قربت عند بيتنا إلا اللي جاي يركض ورايا. وبيني وبينكم ترى أنا عيوني كانت مليانة دموع، والله العظيم إني تعرفون اللي كانت تنزل دمعة ومستحن. كنت منقهرة وغيرانة مرة. أول شيء قهرتني خايسة أزهار ليش تسوي كذا. ثاني شيء يعني ما توقعت إن هيثم يعني ما يبادلني نفس الشعور، حسبته حتى هو معجب فيني. المهم زي ما قلت لكم اللي جاء وراي وبدأ ينادي اسمي ريم ريم. أنا التفت ألا هذا هيثم. قلت أنا هلا. فجأة وألمح بيده هدية ويروح يمدها لي. يا الله يا إني كنت مرة مبسوطة، مسحت دموعي قبل ما ينتبه لي. هو يعطيني هديته ويعتذر مني ويقول لي بصراحة أنا كنت بعطيك بس إني والله كنت مرة مشغول. أنا بديت أضحك وقلت عادي. هو على طول هج لأخوياه وسوى نفسه عادي، تعرفون اللي إيه والأمور زينة. المهم هو راح يركض إلا اللي كان واقف ويناظر علينا هذا عمر. أنا حزتها على طول، خبيت حزتها وجهي قلب وقعدت تناظر عليه. قلت يا رب إن أمي ما تنتبه. قالت أمي صدق ما فيك فايدة، من الصباح وأنا أشتغل بهالبيت وأنت ما تجين تساعديني. طبعا أمي قالت لي الصباح إني أجي أساعدها وأنا نسيت. قال لي أنا قلت بدي أمها الحين أجي أساعدك. وأنا أروح لكم ركض عند أمي وأبدأ أنظف معاها البيت ونكرفه. الله لا يوريكم لين جاء الليل وحنا نشتغل بهالبيت، مرة تعبت. المهم قلت أنا بروح أفتح الهدية. خذيتها وطلعت برا بيتنا. بصراحة كنت خايفة أن أمي تشوفني. قعدت تعرفون ورا البيت بفتح الصندوق. المهم فتحته وبديت أناظر وكنت مرة مبسوطة. تأكدت طبعا ما كان في أحد يشوفني. تخيلوا وش لقيت داخل الصندوق؟ لقيته حاط صورة صغيرة له وصورة لي. طبعا أنا استغربت من وين جاب صورتي. تعرفون الصور اللي تصير صغيرة هذه لما تصورون بالجوال بعدين يصير عندكم طابعة تطبعونهن إيه زي كذا. والمهم إني شفتهن يا إني خقيت ومرة استانست. قعدت أناظر عليهن وناظر على الأغراض اللي هو حاطهن لي. تخيلوا حاط اللي تعرفون ميدالية أنمي، حاط لي الأشياء اللي نحبها. ويا إنه وجهي قلب أحمر وكنت مرة مستانسة ومنزل راسي تحت وناظر على الصور. فجأة اللي جاء سحب الصورة من يدي. أنا قمزت وناظرت إلا هذا عمر قدامي. يا الله يا إن قلبي جاء بيطيح بالأرض. قاعد يناظر على صورتي ويناظر علي. تعرفوني ما كان مستوعب إلا يناظر على الصندوق وشاف صورة هيثم. خذاها على طول. أنا قلت أنت إيش قاعد تسوي؟ بعد يلا. قال أنت إيش قاعد تسوين؟ قلت أقول بعد عني. هو حزتها عصب. قال أنت ما تستحين؟ قلت وش اللي ما استحي؟ قال وش هذا؟ قلت أنت إيش دخلك الحين؟ قال لا والله حطت صورة ولد عندك. المهم هو يبدأ يصرخ ويقعد يهاوشني. يا إني خفت مرة. قلت أنت إيش فيك تهاوشني كذا؟ هو بدأ يصرخ علي ويقول لا والله حطت لك صورة ولد عندك وتقولين ليش هاوشك كذا. قلت أنا هذه هدية منه. قال ما فرقت خلاص خلي صورته معاي. أنا لما قال خلي صورته معاي بديت أبكي. هو ينظر علي قال أنت خبلة تبكين؟ قلت هذه أموري الخاصة ما لك شغل حطني إياهن. قال هو لا ما راح أعطيك إياهن. قلت أنا حطني. المهم أبدأ كذا باخذهم منه وبسحب المهم هو يطيح على الأرض وأنا أطيح فوقه. ويا إني قعدت أبكي وبقس فيه. أنا والله ما كنت مستوعبة لأن أدري إن لو بقست إنه بيقوم علي وبيمردغني. المهم وأنا بقس فيه وهو ساكت. تخيلوا طايح بالأرض وأنا بقس فيه. قلت أنت خبل وأنا بعد عنه إيش فيك أنت؟ يقوم قال صورة هيثم ما راح أعطيك إياها.
قلت أقول عطني إياه، قال لا، وهو يقوم وهو يروح. المهم وهو رايح طاحت من يده أسوارة وراح يمشي. أنا قعدت أبكي وأبكي ولي من الأغراض حقتي. يوم نظرت على الأسوارة إلا هي تخيلوا فيها حرفي وحرف عمر. طبعا نظرت ما استوعبت، قلت يمكنه لنفسه أو هو جايبها لي، والله إني ما أدري. خذيتها وقعدت أمسح دموعي وكنت مرة مقهورة أبي صورة هيثم، بس بنفس الوقت كنت مرة خايفة إن عمر يروح يقول لأهلي عني. دخلت البيت إلا أمي تشوفني تبدأ تصرخ علي، تقول أنتي وين رحتي؟ قلت أنا يما رحت أتمشى برا. قالت بسم الله علينا، ليش تروحين تتمشين برا؟ قلت أنا يما خليني خلاص. ناظر علي ولاحظت إن وجهي كله دموع. لا، وكانت ملابسي متغبرة لما طحت. قلت وش في ملابسك متغبرة؟ قلت يما كنت أركض وطحت. قالت شوفي يا بنتي ترى حنا بديرة صغيرة والناس تنقد، لا تقدين تركضين مثل المهبولة تسمعين؟ قلت أنا خلاص يما ما راح أركض وعيوني حرفيا متغرق. قالت وش في عيونك؟ قلت أنا طاح عليهم من الرمل. قالت هي خلاص يلا انقلعي غرفتك. المهم أروح لغرفتي وابكي. تخيلوا لين جاء الصبح حرفيا ما نمت. أول ما جاء الصباح أنا خذيت جوالي وبديت أناظر عليه، إلا اللي مرسل لي على الخاص كاتبن السلام. أنا رديت قلت هلا. قال ها ما قلتي لي وش رايك بالهدية؟ أنا قلت هيثم؟ قال لي أنا هيثم. هاي يا ريم وش رايك؟ قلت أنا بصراحة بغيت أكتب لأن عمر أخذ الصورة وكذا، بس بصراحة كنت خايفة على هيثم من عمر، يعني لو يروح يقول له شيء أكيد عمر ما راح يخليه، راح يمسكه ويتهاوش معه. عمر مرة يخرع. قلت أنا والله تهب الهدية، شكرا لك عليها. قال العفو. راح هيثم كتب لي إنه مرة معجب فيني ومن يوم إنه صغار وهو دائما يناظر علي، يا أن وجهي قلب أحمر ومرة استانست، ما أدري شلون أوصف لكم شعوري، والزعل كله اختفى. المهم كنا بنروح العصر البيت جدتي. أنا رحت نظرت على الأسوارة كنت برجعها لعمر، يمكنها لأختها الأحد، مو شرط إنها ماخذها لي. رحت خذيتها كنت بحطها بشنطتي، بعدين كنت بلبسها عشان ما انساها. رحت لبسها ورحت أنا وأمي البيت جدتي. المهم حنا كنا قاعدين عندهم نتقهوى ونسولف، إلا اللي دخل علينا هذا عمر. أنا على طول نظرت عليه وصديت، يا إني كنت خايفة مرة. قلت الحين بيقول لهم عن سالفة هيثم. جلس ويسولف مع جدتي ويضحك والأمور عادي كأنه ما صار بيننا وياه شيء. قلت هذا مو صحيح كذا ينفصم الشخصية. هو فجأة نظر على يدي، ما أوصف لكم وشلون وجهه تغير لما شاف الأسوارة علي، حتى كلامه تغير، نبرة صوته تعرفون اللي ارتبك. نظرت عليه جدتي قالت أنت ايش فيك يا ولد عمر؟ قال ها ما فيه شيء يا جدة. قالت لي يكون تعبان بسم الله عليك، وشلون أمك وشلون أبوك؟ قال يا جدة قلت لك كلهم بخير، لا ما فيني شيء. المهم يروح يقعد على الكنب وكان بس يناظر علي حرفيا ما شال عينه عني. أنا حزتها خفت، قلت هذا وش وراه. المهم أنا قعدت أنتظر عمر متى يطلع عشان بروح بعطيه الأسوارة حقته. هو حرفيا ما طلع، أقولكم الولد كان مسنتر. المهم أمي قامت قلت روحي تسوي حاجة بالمطبخ، بتسوي لها شاي وكذا. أنا قمت قلت بطلع بروح أنادي منى تيجي تقعد معانا. المهم أنا قايمة رايحة برا إلا اللي جاء وراي هذا عمر. أنا حزتها والله العظيم إني قمست، يا إني كنت خايفة منه مرة. قال ريم. قلت أنا هلا. قال من وين جبتيها هذه الأسوارة؟ أنا على طول نزلتها قلت هذه طاحت منك. أنا بصراحة خذيتها وخليتها معي، قلت أكيد إنك تبيها. هو ناظر قال يعني أنتي ما فهمتي وش هذه الأسوارة؟ قلت أنا كيف يعني؟ قال شوفي وهي وريني الأحرف. قلت أنا إيه؟ قال هذا حرف مين؟ قلت أنا آر. قال مو حرفك. قلت أنا إلا. قالوا هذا. قلت أنا إيه؟ قال يعني عمر. وجهي يقلب أحمر، قلت أنت وش قاعد تقول؟ قال لي هو شوفي يا ريم بصراحة أنا مرة أحبك. يوم أنه قال أحبك جاب يغمى علي. قلت أنا نعم أنت تحبني؟ قال هو إيه ليش؟ إلا أمي تبدأ تناديني. أنا على طول هجيت والله العظيم أني كان ودي أبكي من الموقف. رحت ولزقت جنب أمي وقعدت عندها حرفيا ما تحركت. ألما تقول إيش فيك يا بنتي؟ قلت ما فيني شيء. عمر رجع دخل بالمجلس وقعد وأنا بس أتصدد عنه حرفيا ما حط عيني بعينه. هو لما لاحظني كذا قام وراح، وحرفيا صرت أحاول إني أتجنب عمر مرة. وكل ما طلعت من المدرسة أنا تعرفون اللي ناظر لها إذا معطي نظرات، وكان عمر بس يناظر علي أنا وياه. تقل ملاحظنا بيني وبينكم ترى أنا صرت ما أتواصل مع هيثم، بس اعترف لي وخلاص، يعني بس نعطي نظرات لبعض. مر على السالفة سنة وأنا دخلت الثانوية وكنت مرة مستانسة. المهم لما رجعت من المدرسة بأول يوم دراسي أمي تقول لي يا بنتي بقول لك شيء.
قلت أنا هلا يمه. قالت يا حبيبتي في واحد متقدم لك. قلت أنا نعم. قالت والله. قلت أنا يمه وش متقدم لي؟ لا أنا توني صغيرة. أنا راح أمشي لأمي تلحقني تقول يا بنتي اسمعي. قلت أنا نعم. قالت ولد عمك عمر تقدم لك. قلت أنا وش هو؟ قالت والله قال إنه وده يخطبك قبل إنه يروح للجامعة. أنا نظرت عليها قلت أنا لا يمه ما أبيه. قالت أمي والله بكيفك يا بنتي، أصلا أنا من أول قلت إنك صغيرة وأمي تروح إلا أبوي يرجع ويقول لي نفس الكلام. قال ترى عمر تقدم لك. قلت أنا يبا قل إني ما أبيه. تحسبون عمر وقف هنا؟ يا إنه خطبني مرة ومرتين وثلاث وكنت دايما أرفض. المهم سمعت بالسالفة منى وقالت لي ليش أنت ترفضين عمر؟ قلت أنت شفتي عمر مرة يخرع. قالت منى والله بيني وبينك لو إنه أنا راح أقبل فيه. قلت خير إن شاء الله ليش تقبلين فيه؟ قالت أول شيء هو وش زينة مرة يهبل، وبيني وبينكم ترى عمر مرة وسيم، بس طبعا يعني تعرفون عصبي ويخرع وأنا ما أبي اللي كذا. إلا تقول لي يا بنت مو أنت قلتي لي إنه يحبك؟ طبعا أنا علمت منى عن سالفته لما اعترف لي. قلت أنا إيه؟ قالت خلاص ليش ما تاخذينه؟ قلت يا بنت أنا ما هو اللي ببالي. قالت والله بكيفك. المهم هي سكتت. وبعدها بكم يوم أنا كنت طالعة بروح البيت جدتي، إلا وأنا أمشي بالشارع بسم الله اللي جاء قدامي هذا عمر. يا إني قعدت أتصدد عنه وهج. أقول لكم صار لي فترة طويلة ما كلمته. هو يمسكني بسم الله ويسحبني. قال يا بنت أنا على طول سحبت يدي. قلت أنت أهبل قاعد تسحبني بالشوارع. قال أنت ليش ترفضيني؟ قلت أنا ما أبي أتزوج. قال أنا ماني متزوجك الحين بس بخطبك. قلت خلاص يا عمر أنا ما أبي وخلاص. إلا هو يقول لي تكفين اقبلي فيني، أنا مرة أحبك ترى من يوم إني صغير وأنا أحبك والله العظيم إنك دائما في بالي. أنا يوم شفت نظرات الحب والله العظيم إن حتى قلبي تغيرت مشاعري فيه، ما أدري حسيت إنه صدق الولد جاد. قال أنا ما أبي أمشي من هالديرة إلا وأنا متأكد إنك راح تكونين لي وما حد ياخذك غيري. تكفين يا ريم لا تكسرين قلبي. أنا صديت عنه وعلى طول رحت البيت جدتي. حرفيا كنت بس أفكر بالسالفة. وش تتوقعون بعدها بكم يوم رجع عمر يتقدم لي. جتني أمي وقالت إن عمر يتقدم لي. طبعا أنا قلت أمي لا ما أبيه. إلا أمي تقول لي شوفي يا بنتي ترى هو موجود تحت ويقول أنا أبي أسمع ريم ترفضني. أنا قلت يما خلاص أنت قولي لا أنا ما أبي أروح أقول له. إلا أمي تقول لي يا بنتي أنت انزلي وكلمي. قلت أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب المهم أنا نزلت وكان قاعدة بالمجلس ويا الله ما أدري شلون أوصف لكم. تعرفون الولد العصبي القوي اللي يخرع كان بذيك اللحظة مرة مكسور ووجهه متغير وحزين. حسيت تعرفون الإنسان اللي غير البريء ما أدري شلون أوصف لكم، يا إن قلبي انكسر عليه. المهم هو حرفيا والله العظيم إن الدمعة كانت بعينه. قال لي ريم. قلت أنا هلا. قال تعالي بكلمك. المهم وأنا أجي أقعد عنده قال لي هو ليش أنتي ترفضيني؟ قلت أنا قلت لك ما أبي أتزوج الحين. قال خلاص والله لا أخليك والله ما أتزوجك الحين، لا أتزوجك بالوقت اللي مناسب لك. قلت أنا طيب بس. قال ليكون عشان شيء ثاني. أنا فهمت إن قصده عشان هيثم، وبيني وبينكم ترى هيثم كان إعجاب طفولة وبس، يعني اللي حسيته صدق يحبني هو عمر. لما شفته شلون هو متعلق فيني ويبيني بصراحة قلبي حن عليه. قلت أنا شوف أنا بوافق. قالوا نعم بتوافقين؟ قلت أنا إيه بس على شرط. قال اشرطي أبد اللي تبين سمي وابشري. قلت أنا حدد وقت الزواج. قال خلاص الوقت اللي تبينه بس لا تطولين علي. أنا حزتها والله العظيم من وجهي قلب أحمر. قلت خلاص موافقة وطلعت من المجلس. أمي تناظر علي قالت هاي يا بنتي وش قلتي؟ وأنا تصدد عن أمي كنت مرة مستحية. دخلت يوم سمعت إني وافقت من عمر هي والله العظيم إنها انصدمت. قالت وشلون قدرت تقنع هالبنت اللي راسها يابس؟ أنا أمها عيال تقدر أقنعها. هو قال أهم شيء إنها وافقت. طبعا تمت الخطبة بيني أنا وعمر. هو كان طاير ومستانس ما أدري شلون أقول لكم. أنا الحمد لله صح إني مستانسة بس بنفس الوقت ما أدري وش رأيكم؟ هل لو إني انتظرت لما أخلص الثانوية وشفت إن هيثم يتقدم لي، أو الأفضل إني خذيت عمر؟ بيني وبينكم مرة محتارة، مع إن عمر طيب وحبيب وبصراحة أنا بديت أحبه بس ما أدري أحس مشاعري متلخبطة. وبكذا تكون انتهت القصة. أتمنى تكون عجبتكم. إذا عجبتكم لا تنسون تشتركون في القناة وتضغطون على زر الإعجاب وتكتبوا لي كومنتاتكم الجميلة. مع السلامة بحفظ ربي. أشوفكم قصة جاية إن شاء الله. باي.